تعال اقولك ازاي ممكن تزيد كيلو على الميزان مجرد ما تدخل تنام وتصحى تاني يوم، وتبقى زيادة مفاجأة. وعلى فكرة الزيادة دي بتكون زيادة كاذبة. الزيادة دي بتكون غالبا بسبب الكربوهيدرات والمية، لان 1 جرام من الكارب بيخزن 3 جرام من السوائل او من المية. يعني انت لو اكلت 250 جرام من الكاربس معناها انك هتتخن 1 كيلو من وزنك، وده مجرد ما تنام وتصحى. وكمان عشان انت تزيد كيلو بس من الدهون محتاج تزود 7700 سعر حراري زيادة عن السعرات اللي بتحتاجها في الكالوريز بتاعتك اليومية على مدار الأسبوع. فعشان كده لو لقيت نفسك الصبح زايد في وزنك كيلو فجأة مرة واحدة على الميزان، ما تيأس، وده هيكون زيادة مية. كمل الدايت. فبالتالي لو صحيت من النوم لقيت نفسك زايد كيلو مرة واحدة فجأة، اعرف ان الكيلو ده زيادة بس في سوائل الجسم او في المية، وكمل على النظام عادي جدا. وابتدي تاني يوم اشرب مشروبات كتير سخنة وقلل شوية في الكارب، ساعتها هتنزل في الوزن. لكن لو الزيادة دي جت على مراحل، اعرف ان الزيادة دي هتكون في الدهون، وساعتها محتاج تشتغل كتير قوي على جسمك. انا حبيت اقول لكم المعلومة دي، ولو المعلومة عجبتكم يا ريت تعملوها شير لكل الناس التانية عشان تستفيد منها. باي.